ستستفيد ولاية ورقة بداية من منتصف سنة 2023 من مشروع الملعب الجديد، والذي من المنتظر أن تنطلق فيه الأشغال بداية من شهر جوان المقبل. هذا الملعب الذي سيكون عبارة عن مركب رياضي وبمواصفات عالمية، حيث سيحتوي المركب على ملعب لكرة القدم بطاقة استيعابية تصل لقرابة 42 ألف مقعد، إضافة إلى قاعة متعددة الرياضات وكذا مسبح أولمبي. سيكون الملعب مغطى بالكامل ولن يحتوي على مضمار لألعاب القوى، وسيكون بأرضية ذات عشب طبيعي هجين. كما سيتم الاعتماد على 3 أرضيات للتدريبات. إضافة إلى ذلك فسيحتوي الملعب على 4 غرف لتغيير الملابس، إضافة إلى غرف الحكام، وكذا القاعة الخاصة بالمؤتمرات الصحفية وقاعات الصحفيين، إضافة إلى عديد المرافق الرائعة التي ستكون متواجدة في الملعب. أما من الناحية الخارجية فسيحتوي الملعب على مسبح أولمبي وكذلك قاعة متعددة الرياضات، إضافة إلى ملعب ملحق سيكون به مضمار لألعاب القوى. كل هذه الأمور سيحتويها المركب الرياضي، إضافة إلى محلات تجارية يمكن للمواطنين والجماهير الرياضية الولوج إليها من أجل اقتناء الألبسة الرياضية. المهم أن المركب الرياضي في ولاية ورقلة سيكون من بين أجمل المركبات التي سيتم بناؤها في الجنوب الجزائري، وستكون إضافة حقيقية لولاية الجنوب الجزائري، خاصة اعتماد حضور المنتخب الوطني الجزائري لإجراء مباريات دولية ودية أو رسمية، وحتى التربصات للمنتخب الوطني في حال المشاركة في كأس إفريقيا في أي دولة إفريقية. إلى اللقاء.